الحلقة الخامسة من مسلسل. بس قبل ما نبدأ، لو مشوفش الحلقات اللي فاتت من المسلسل ارجع وشوفها وتعالى كمل معايا الحلقة الخامسة، عشان في تفاصيل وأحداث كتيرة مش عايزك تتوه مني. ومن غير كلام كتير صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نخش في الحلقة الخامسة من المسلسل. وبتبدأ الحلقة وبارك أخد المسدس من العربية وحطه في دماغ الراجل اللي في العصابة، بس طبعا ما قدرش إن هو يضربه. ولما لقى إن جونك خلاص هيموت فضل يضرب فيهم بالمسدس. وبعدها نزل الرئيس بتاعهم من العربية وقال لهم انتوا بتعملوا ايه؟ اقتلوهم. وسمعوا الكلام وعملوا عليهم دايرة ودخلوا كلهم في بعض، وجونك يضرب ويتضرب، وبارك طبعا بيحاول ان هو يدافع عنه، وكل ما حد يجي يضربه بيقف قصاده على طول والضربة بتيجي في بارك. وبيكون دراع اليمين لجونك كده قاعد في العربية عمال يبص في الساعة كل شوية، فده حوار يقلقك انت. توقع معايا كده ممكن يكون هو السبب اللي خلى العصابة تروح لجونك وبارك كده وهم ماشيين على الطريق رايحين يصطادوا. واكتب لي توقعك تحت في الكومنتات ونشوف توقع مين اللي صح، واللي توقعه صح هنزله معايا في الفيديو الجاي. وبعدها بنشوف عربية واقفة بعيد قريبة من الخناقة، والعربيات دي بيكون فيها سيو. وبنشوف الراجل اللي كان بيلف على العصابة كلها علشان يخليهم يشتغلوا معاه ويراقبوا له جونك، بيقول له انا مش طالب منك غير ان انت تقول لي بيروح فين ومع مين وبس كده. ولسه جونك وبارك في المدعكة بتاعة العصابة، وضربة يمين وضربة شمال وضربة فوق وضربة تحت ودم هنا ودم هناك. وعلى طول بيقرر الزعيم بتاعهم ان هو يطلع السكينة كده ويخش هو يتعامل بنفسه، لان هما مش عاملين اي نتيجة معاه. وجونك بيدخل العربية على طول ويملى المسدس بالطلق. وفي الوقت ده بيفتكر صاحبه اللي قاله ان انا هروح عشان اشوف خطيبتي اللي بتولد. وبيفتكر برضه كلام التاني اللي قاله ان الكاوتش فرقع واسبق ان انت وانا هاجي وراه. وعلى طول بيخرج وبيفكر ان هو يقتل، بس بيلاقي قدامه بارك. والزعيم بتاعهم على طول بيجي من وراه بالسكينة وبيقطع له ظهره. وأول ما بيشوفوا جونك واقع على كتفه بيفضل يضرب فيهم كلهم بالنار وبيقتل الزعيم بتاعهم. وفي الوقت ده على طول سيو بيدور العربية بتاعته وبيخش فيهم كلهم وبينزل من العربية وبيركب جونك وبارك وبيفضل يقتل فيهم وبياخدهم بالعربية وبيمشي يروح يقدمهم المستشفى. وبنشوف إن سيو رد على الراجل اللي كان عايزه يشتغل معاه ويعرف كل أخبار جونك، بيقوله أنت شايفني خاين أيها الوغد، ويسيبه ويمشي. وجونك بيكون طول الطريق زعلان على بارك جدا لأن هو ضحى بحياته عشانه. وأول ما بيروح المستشفى بتبقى حالته حرجة جدا وبتبدأ الدكاترة إنها تعمله عملية على طول. وفي الوقت ده بيكون مستنيه بره جونك وسيو، وجونك بيكون حزين جدا عليه ورافض إن هو يكلم أي حد خالص. وتاني يوم بيبقوا مستنيين بارك إن هو يفوق من العملية، وبيجي صاحبه كده وبيقف جنبه وبيقوله أنت كنت بتكلم مين؟ قال له اطلع اقعد بره. وبيسمع الكلام على طول وبيخرج. وبعدها بينادي على سيو وسأله قال له أنت تعرف مين غيرنا كان يعرف إن إحنا رايحين للصيد؟ رد عليه وقال له أيوه الأربعة اللي شغالين معانا بس. رد عليه جونك وقال له حاول تعرف مين اللي اتعامل مع العصابة، أنا في الوقت اللي إحنا فيه ده مقدرش أثق في حد غيرك. وبعدها سيو بيروح للراجل بتاع الكاوتشات وبيسأله بيقول له هو في حد جالك بعربية مرسيدس وكان الكاوتش بتاعه مخروم؟ رد عليه ايوه، قال له العربية هناك اهي، والراجل ده كان وقح جدا معايا وكان اسلوبه وحش خالص. بيقول له متهور جدا ده مش ثقب عادي ده. وبيخلص معاه على طول وبيطلع المستشفى بيطمن على صاحبه اللي كانت حبيبته بتولد وبيطمن على حالته وحالتها وكده. وبيبدأ واحدة واحدة يسأل أفراد العصابة كلهم واحد واحد. وفي الوقت ده بارك بيفوق، وأول ما بيشوفه جونك على طول بيتخض عليه وبيقول له خليك زي ما انت وهتتحرك هنديلك الممرض. وفي الوقت ده بتكون نيو عمالة تزعق مع النقيب وتقول ان انت عديم المسؤولية وازاي تبعت بارك في مكان زي ده ومفيش حد يكون معاه، كان المفروض ان انت تعمل حاجة او تتصل بالدعم ان هو يجي يلحقهم. رد عليه وقال لها ان اللي حصل ده ما كانش متوقع وان طبيعي ان يحصل حاجات غير متوقعة في الشغل اللي احنا فيه ده. وسألته وقالت له المقابلة بيني وبين جوك فاديكوا بحاجة؟ ولو استفدتوا خليني اساعدكوا اكتر عشان اطلع جزء من الموضوع ده كله. وانها تقابل جونك وتلعب بعقله كده لحد ما جوزها يطلع من الموضوع ده كله. وبتسيبه وتمشي وبنروح نلاقي جونك جاب لبارك الاكل وبيقول له انت دي تاني مرة تنقذ فيها حياتي. وبيقول له انا بقيت بثق فيك دلوقتي. وبيسأله بيقول له هو انت فعلا بتروح تصطاد بالليل؟ بيقول له ايوه ممكن للابحار برضه. بيرد عليه بيقول له بعد اللي حصل لي ده كله انا من حقي ان انا اعرف انتوا بتعملوا ايه. بيرد عليه جونك وبيقول له هتعرف في الوقت المناسب. وفي نفس الوقت على طول بيدخل سيو وجونك على طول بيسأله بيقول له انت عرفت حاجة؟ بيرد عليه وبيقول له لسه بس اعتقد ان انا اعرف مين هو. بيرد عليه جونك وبيقول له خلي الناس كلها ترجع سيول والتجمع الساعة 9 بالليل في المكتب. وقال له كمان اتكلم معاهم بوضوح وعرفهم ان احنا عرفنا مين الخاين اللي اشتغل مع العصابة التانية وان هعاقبه كمان قدام الجميع. وبعدها على طول بياخدوا بارك في عربية الاسعاف عشان يودوه المكتب. بارك بيسأل صحابه اللي معاه في العصابة بيقول لهم اللي اتضربوا بالرصاص دول عاملين ايه؟ بيبصوا لبعض كده وبيتوتروا وبيقولوا له ان هم على قيد الحياة، خليك بس في حالك انت. وبيجري قدام جونك عشان يسوق بيه العربية. مرة واحدة جونك بيقول له هات المفتاح وامشي انت. واول ما بيقعد بيجيله مكالمة من الزعيم بتاعهم الكبير وبيسأله بيقول له هو ايه اللي حصل. ويرد عليه جونك وبيقول له احنا افترينا البحر طلع علينا رجال سمو وكان واحد من افرادنا كان هيموت. بيرد عليه وبيقول له يعني هم عرفوا الطريق اللي انت اخده للساحل وان هو كمان دلوقتي لسه مكتشف ان هو تحت
مراقبه، وبيقول له كمان من الواضح ان في خاين بينكم وان انت كمان هتتحمل مسؤوليه كل حاجه حصلت. والساعه 9 بالظبط بيتجمعوا كلهم، واول ما جونك بيشوفهم متجمعين كده بيخش عليهم، واول حاجه على طول بيروح لسينغو بيقول لهم طالما انتم متجمعين كده عشان اختصر معاكم الكلام، بما ان سينغو اكبر منكم سنا فانتم من دلوقتي كلكم هتنادوا له بتقولوا له يا سيدي. وبيخش في الكلام على طول وبيقول لهم حد يعرف مين اللي خان عصابتنا، وبتبدا تيجي احداث فلاش باك كده وتخليك تشك في كل اللي واقفين معاه، وبيفضل يبص عليهم كده وكلهم بيتوتروا ويبصوا على بعض ويقول لهم بصوا جنبكم كده وهتعرفوا مين اللي ما جاش، وهو ده هيبقى الخاين لان هو مش عاوز يموت. وبيجي واحد من الاتنين اللي ناقصين وبيعتذر وبيقول لهم معرفتش اجي عشان ماليش عربيه، وبيفتكر بارك كلام كيو وهو بيقول له ان كلهم على قيد الحياه، وبيكون فعلا هو اللي اتفق معاهم، وبنشوفه وهو بيلم الفلوس كلها عشان يهرب من البلد. وجونك اول ما بيلاقيه مش موجود بيتصل بسيو بيقول له ان هو الخاين، والحكومه بتوصل له بسرعه عشان تقدر انها تنقذه، لكن هو ما بيفتحش الباب، وعلى طول سيو بياخده ويروح لمبنى العصابه. وجونك بيبدا ان هو يتكلم معاهم وبيقول لهم انا عايزكم تشوفوا ايه اللي بيحصل للخاين، وبيخش عليه سيو عشان يخلص عليه، وبيقول له حاول ان انت تستحمل عشان الوضع ده هيكون مؤلم جدا عليك. وبارك بيتدخل عشان ما يخليهمش يقتلوه، بياخد العصايه وبينزل فيه ضرب، وبعد ما بيخلص ضرب فيه بيخش على جونك وبيقول له ان ده عقاب كافي ان هو كان عايز يقتلني. وتاني يوم بيكون جونك نايم وبتجيله مكالمه من يو بتقول له انت فاضي بكره، عايزين نتقابل ونشرب مشروب مع بعض. وقالت له كمان ابقى هات سينجو معاك عشان انا بقدر ان هو يكون موجود ايضا. وعلى طول دخل على الشباب قال لهم ان انا ورايا ميعاد بكره وروحوا انتوا قابلوا الصينيين. وبعدها على طول بارك بيقوم وبيقول له ان انا عايز اتكلم معاك انت والرئيس سيو، قال له خلص اكلك وتعالى لي. وبيخش ويتكلم معاهم وبيقول لهم ان هو يعتقد ان كيو مش هو اللي عمل كده، وان لو هو اللي حدد مكاننا يبقى اكيد كان ماشي ورانا، وطبعا هو ما كانش ورانا. وبيقول لهم جونك ان جون هو اللي كان ماشي وراهم في اليوم ده. رد عليه جونك وسيو قالوا له ان هم شاكين فيه، بس طبعا خليهم يتاكدوا مره تاني. قال لهم بس جون ده يبقى زي اخويا الصغير وانتوا بتتحققوا في الموضوع، خلي بالكوا كل المعلومات تكون اكيدة عشان ده زي اخويا الصغير. وبعدها على طول سيو بيبدا يتحرك وبيروح المستشفى لاحد افراد العصابه، وبيخش عليه على طول وبيبدا ان هو يساله شويه اسئله لكن ما بيقدرش يرد عليه. وعلى طول سيو بيقول له انت ازاي ما عرفتنيش، انت مضروب برصاص بس مش مضروب في عينك يعني. وبيقول له مهمتك في الحياه كده خلصت، يلا روح نام نوم عميق. وبيخلص عليه على طول وبيطلع من المستشفى. وعلى طول بيتصل بجونك ويقول له ان جو هيسو مش متورطين في الموضوع ده. ويو بتخلص شغلها وهي راجعه البيت بتشوف جزمه في البيت وبتبص كده وبتلاقيه بارك، وهم ما بتشوفه بيخشوا على بعض بالحضن. بتكون خايفه عليه جدا من اللي حصل له، وبتروق عليه كده وبتعمل شويه اكل كده في السريع، وبيعتذرها لان هو ما كانش موجود يوم الجنازه بتاعت والدتها. وتاني يوم بيروح بارك المطار عشان يستقبل الزعيمه الصينيه، واقف مستنيها وماسك يافطه في ايده باسمها، وبتخش عليه بنت صغيره غير اللي هو كان مستنيها وبتقول له انت تابع جونك، وقالت له يلا بينا وراحوا يركبوا العربيه. وفي الوقت ده بيكون جونك راح يقابل يو، ومره واحده هم قاعدين كده هوب 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 هناك لمسه يد. وفي الوقت ده يعني بارك بيكون اخد البنت راح يوديها الفندق عشان تقعد فيه، وهو راجع بيشوف المحقق قاعد وراه في العربيه بيروح له، وبيعرفوا ان هم كوريين صينيين ومعاهم جوازات سفر مزوره. وبيقول له كمان انت بتعمل ايه هنا، مش المفروض تكون مع جونك؟ وبيقول له ان جونك مع المفتشه يو. وبيقول له انت بتجمعها ليه بيه، انت ما شفتش عمل فيها ايه يوم الجنازه؟ وبيقول له ان يوم من ساعه ما انت اتصبت وهي قررت انها تساعده. وبيقول له هي ليه تساعدنا، مش المفروض تسالوني الاول؟ ويرد عليه بيقول له ان الامر كان مستعجل وما قدرناش ان احنا نتواصل معاك وما قدرناش ان احنا نفضل مكتوفين الايدي. وبيتعصب وبينزل من العربيه وبيمشي، وهو ماشي مش شايف قدامه بيخبط في شخص، وبيبداوا ان هم يبصوا لبعض كده ويبصوا على الشنطه. وبس كده وبتنتهي الحلقه الخامسه من المسلسل. وصلت لحد هنا تبقى انت صديقي الصدوق، واتمنى الفيديو يكون عجبك، وما تنساش تكتب لي رايك تحت في الكومنتات، واهم حاجه ان انت تذكر الله وتصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، اهم حاجه اهم حاجه عشان يوصلك الحلقات الجديده من المسلسل. ويلا مستني رايكم تحت في الكومنتات في حلقه النهارده، واستنوا الحلقه الجديده بكره. وبس كده ده هتكون نهايه فيديو النهارده، واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله. سلام.